مرحبا بكم جميعا في قناة فضاء خاص. عندما يكون شخصا متعاطفا ومهتما بك بشكل دائم، ويظهر هذا التفاعل في حديثه معك واهتمامه بمشاعرك وأمورك، فإن ذلك يشير إلى حبه ورغبته في أن يكون جزءا من حياتك بشكل مستدام. المشاعر العميقة للحب تجعل الشخص يتأثر بشريكه بشكل مستمر، ويتطلع إلى مشاركة أوقاته ومشاعره معه. عندما يكون الرجل يحب بصدق، فإنه عادة سيتحدث عن المستقبل المشترك بينكما بشكل واضح ومفصل. سيكون مهتما بمشاركتك في خططه المستقبلية ورؤيته لعلاقتكما. سيناقش حول الأمور مثل الأهداف المشتركة والخطط للمستقبل وكيفية بناء حياة مشتركة. لو فعلا هناك شخص يتكلم معك في هذا الموضوع، فاعلم أنه يحبك ويريد أن يكمل حياته معك. عندما يحب الشخص ويرغب في أن تشاركه حياته، يبدأ في انتقاء الكلمات بعناية للتعبير عن مشاعره وتوقعاته. يحاول توجيه رسائل إيجابية ومؤثرة للمرأة التي يحبها، وذلك بهدف أن تعجب به وتحبه هي أيضا. عندما يحب الرجل المرأة سرا، فإنه يظهر اهتماما عميقا بها، يكون ملاحظا للتفاصيل الصغيرة في حياتها ويسعى لفهم مشاعرها ورغباتها. يظهر هذا الاهتمام من خلال الاستماع الجيد وتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة. إن هذا النوع من الاهتمام يكون دليلا على مشاعره العميقة والرغبة في التقرب لها أكثر وأكثر. الشخص الذي يكون مهتما بك ومحبا لك سيكون عادة يرى الجوانب الإيجابية في شخصيتك، وسيرى المميزات قبل العيوب. هذا لأنه يركز على الأشياء التي يحبها فيك والتي تجذبه نحوك. يركز على الجوانب الجيدة والمميزات التي تجعلك فريدة وجذابة. وهذا يا عزيزتي أقوى دليل على أنه يحبك بشكل لا يتصور. الشخص الذي يحبك سيكون دائما مهتما بالتواجد معك وبقضاء وقت جميل معك. سيبحث عنك ويسعى للقائك في أوقات سعادتك، وسيشاركك في أوقاتك السعيدة بقدر ما يستطيع. هذا يعكس اهتمامه العميق بك ورغبته في بناء علاقة قوية ومميزة. تلك اللحظات المشتركة تجعله يتقرب منك أكثر وأكثر،